انا مش عارف شره جاي منين. صح. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست بعد النهايه، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن مراحل الحياه. ومن اهم المراحل اللي بنواجهها في حياتنا هي مراحلنا في الحياه العمليه. النهارده هنتكلم عن الترقيات، عن الشغل، عن النجاح، الكلام اللي مش موجود في كورسات ولا حتى بناخده في اي منهج من مناهج الكليه. رحبوا معايا النهارده بمنى رشدي اللي بقت مرجع لاي حد عايز يعرف ازاي يتعامل في بيئه عمل ويقدر ان هو ياخد خطوات ثابته في شغله. ازيك يا منى، عامله ايه؟ ازيك يا نسمة، عامله ايه؟ الحمد لله، انا مبسوطه جدا ان انت قبلتي الدعوه. بجد انت بقيتي مرجع لاي حد عايز يعرف يتعامل مع زمايله في الشغل. احنا زي ما اتكلمنا ان في الشغل في حاجات ما بناخدهاش في اكاديميات او بناخدها في كورسات، انت بقيتي المرجع ده دلوقتي. ده حاجه تشرفني جدا وتسعدني. لا بجد حقيقه، يعني احنا بنتعلم منك ازاي ان احنا نعرف نتعامل في بيئه شغل، ازاي احنا نعرف نتعامل مع مديرنا، ازاي كمان نقدر ان احنا نترقى وناخد فرص افضل في شغلنا. فخليني ابدا معاكي كده بحاجه خفيفه واسالك ايه اكتر مهاره مطلوبه حاليا في سوق العمل دلوقتي؟ ايا كان الوظيفه اللي انت بتشتغلها ايه، اكتر مهاره هتكون مطلوبه واللي هتساعدك جدا ان انت سواء تتقبل في وظيفه لو انا حسيتها منك في الانترفيو، او ان انت تكبر في مكانك، هو المرونه. اوكي. قد ايه احنا مرنين، قد ايه احنا بنتقبل التغيير، صح. وقد ايه احنا قابلين للتعلم. لان اي حد فينا بيكون في حاجات عارفها، في حاجات مش عارفها. صح. اي حد فينا بيكون في نقاط ضعف، في حاجات ناقصه، في حاجات محتاجه تكمل. مفيش حد ابدا بيكون كامل. صح. وعشان كده لو انا ببص على الشخص اللي قدامي، ايه اكتر مهاره هتخليه ان هو هايربل او شخص قابل للتوظيف وقابل ان هو يكبر ويكبر لي كمان شغلي، هكون بدور على حد يكون مرن، يقدر ان هو يشوف فرص التعلم، اي حاجه ناقصاه يتعلمها، وكمان يكون قابل للتغيير. لان العالم كله بيتغير، يعني في ثانيه بقى في شات جي بي تي بينقل لك الدنيا كلها، يخلص لك حاجات ممكن تخلص في ساعات، في دقائق. فبالتالي لو انا قابل للتعلم وقابل للتغيير، مش هبقى متضايق ومتعصب ومتوتر ومش قابل للتغيير الجديد. فهو ده بالظبط اللي في العصر دلوقتي بتاعنا اللي هيخليني قابل للنجاح اكتر. هو كمان انا شايفه ان سوق العمل زي ما انت بتقولي اتغير كتير وبقى فيه ادوات جديده ما كانتش موجوده. تفتكري سوق العمل رايح فين دلوقتي بعد وجود الاي اي؟ انا حاسه يعني في مخاوف كتير موجوده من ناحيه الاي اي، ناس كتير بتتكلم عنها، وانا بصراحه ما اعرفش قد ايه، يعني ما اقدرش اقول لك المخاوف دي حقيقيه او غير حقيقيه، لان احنا هنشوف ده، هنشوف هل هتبدل فعلا وظايف ولا لا. بس حاسه ان ده عمره ما هيشيل التاتش الانساني. صح. لان دايما هيكون في احتياج لينا كبشر، لان احنا ما ينفعش نبقى بنتعامل مع آلات بشكل كامل. لان في حاجات او دلوقتي بالتطور بتاع الاي اي بيلاك التاتش بتاع التعامل البشري، مبقاش دقيق كمان 100%، يعني على قد ما هو بيساعدنا بس هو مش دقيق 100%. بس الدقة ممكن يشتغلوا عليها. صح. لكن الشعور بالتعاطف، فهم المشاعر بتاعت البشر، وفي حاجات تانية بتبقى محتاجة بني آدم وعقل بشري عشان هو اللي يفكر فيها. هو بقى متعاطف قوي. شفتي شات جي بي تي بعمل ازاي مؤخرا؟ بس تحسيه تعاطف فيك. صح. يعني تحسي ان هو اتعلم كلمتين يتعاطف بيهم مع الناس، مش تعاطف حقيقي نابع عن مشاعر. فده ممكن يكون بيميزنا احنا كبشر، وهتفضل ميزة موجودة على طول في حياتنا. لكن بالنسبة أنا شايفة إن إحنا ممكن نستغل ال AI عشان يعمل لنا التاسكس السهلة، التاسكس اللي مش محتاجة تفكير قوي بس محتاجة وقت. يعني مثلا يكتب لنا إيميلات، ده بقى فظيع فيها. اكتب لي الإيميل ده باستخدم التون الفلانية. أنا بكلم مديري، فأكيد ما أنا ببعت لمديري التون بتاعتي لازم تبقى بروفيشنال، فأقول له اكتب لي الإيميل ده بطريقة بروفيشنال، اكتب لي الإيميل ده بطريقة دبلوماسية، لأن أنا هبعته لشريك مش جوه الشركة. اكتب لي الايميل ده بطريقه فريندلي، لان انا هبعته لزمايلي في الشغل، فمش عايزه يحسوا ان انا بتعالى عليهم او بكلمهم بطريقه بروفيشنال. لا، عايزه هاي ماي كوليجز هاو ار يو، مش عارف ايه كده، يعني عايزه بطريقه هو بيأدابت ده. فان انا استخدمه يخلص لي تاسكات، يخلص لي ترجمه، يخلص لي حاجات، يقول لي افكار، وانا بعد كده اخدها واشتغل عليها وراجعها. وهو ده اللي بيميزني كإنسان عن الآلة. صح. وبرضه انا شايفه ان احنا في العصر ده ما ينفعش ان احنا نقاوم الاي اي، احنا محتاجين ان احنا نفهمه ونعرف ازاي نتعامل معاه. في مقوله بتقول الاي اي مش هياخد مكانك، بس اللي هياخد مكانك هو الشخص اللي عارف يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. صح. بالظبط. طب من كلامنا بقى عن الشغل نتكلم بقى عن بيئه العمل.
بيئة العمل في ناس بتعتبرها أهم من العمل نفسه، بتتفقي معايا في ده ولا لأ؟ اتفق، لان لو بيئه العمل مش سويه مش سليمه، الناس بتحس ان هي متضايقه منها حاجه، الشغل هيبوظ. صح. يعني هي حاجه من الاثنين، يا اما المكان هيبقى توكسيك جدا لدرجه ان ده بيعرقل الانتاجيه بتاعه الشغل، يا اما فعلا الناس كلها كل الكاليبرز او الناس اللي عندها الصفات اللي انا عايزها، الناس اللي عندها الكواليفيكيشنز اللي انا محتاجها هتمشي. صح. فهبقى انا الحاجه اللي بتخلص في اسبوع تخلص لي في شهر، والكواليتي بتاعتها هتبقى وحشه. ده حقيقه. علشان كده مهم جدا لكل اصحاب الاعمال ان هم يركزوا على بيئه العمل، وما نمشيش بقى ورا الكلام القديم بتاع ان فرق تسد الدنيا هتمشي احسن لو في عداءات او الناس مش كلها متجمعه على مصلحه واحده. لا، ده بيأثر على الشغل وكمان بيطرد الكفاءات. فشكرا ان انتي قلتي الكلام ده، لان انا مغزى الحلقه بتاعتنا النهارده ان احنا عايزين نتكلم عن بيئه العمل وازاي نقدر نخلي بيئه العمل صحيه، ولو لا قدر الله حد بقى شغال في بيئه عمل مش صحيه يعرف ازاي يتعامل. مش كل الناس عندها رفاهيه ان انا امشي واروح مكان تاني، احيانا بنبقى اصلا انت تبقي بتشتغلي في بيئه عمل صحيه، دي لو لقيتيها تبقى نعمه. بالظبط. يعني دي مش الحاجه الموجوده معظم الوقت، لان بس موجوده بس صح. مش موجوده دايما. صح. فلو دي موجوده، او على الاقل التيم اللي انا بشتغل معاه تيم صحي، يعني زمايلي ومديري كويسين، ده كافي جدا ان انا احس بالراحه واحس ان انا في حاجه مميزه. صح. لان دايما بقول احنا اصحابنا بنختارهم، لكن زمايلنا في الشغل مش بنختارهم، احنا بنروح مكان المكان ده هيديني سالري كويس، او المكان ده هبدا فيه بدايه كويسه، او بيتفق مع الحاجات اللي انا عايزه اعملها في حياتي. لكن مش بختار ابدا المكان بناء على الاشخاص الموجوده فيه وبيتعاملوا ازاي مع بعض. مظبوط. فبالتالي انا مضطر ان انا اتاقلم مع ناس انا ما اخترتهمش، ممكن جدا ما يكونوش شبهي، مش شبه الحاجات اللي انا اتربيت عليها، قيمهم مختلفه، افكارهم مختلفه. فبالتالي دايما هيكون في حته الصعوبات في الاول. صح. بس هل الصعوبات دي ينفع ان انا اعديها، ولا الصعوبات دي سامه لدرجه ان انا مش هقدر؟ فهنا بقى ده هنا الخط الفارق. بالظبط. مظبوط. وهنا بنتكلم بقى على الفلكسبيليتي اللي كنتي بتتكلمي عليها من شويه. عشان كده اي شغل دلوقتي اهم مهاره هي الفلكسبيليتي، عشان احنا مش بننقي لا زملائنا ولا بننقي مديرنا، بالظبط، ولا حتى الكلاينتس اللي بنتعامل معاهم. بالظبط لازم هنتعامل معاهم. طب من كلامنا بقى عن بيئه العمل وعن الزملاء، دلوقتي لو انا قاعد وشغال واكتشفت ان في حد بيشتكيني وما قاليش، تمام، انا المفروض اتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ وحاجه زي كده تضايقني ولا ما تضايقنيش المفروض؟ يعني بناء على السياق. فلو الشخص ده بيشتكيني، راح اشتكاني لمديري مثلا، وانا في مساحه ما بيني وما بين مديري، فهطلب اجتماع وهقول لمديري ان انا سمعت ان في شكوى جات لك بخصوصي، فانا حابب ان انا اعرف ايه سبب الشكوى دي وازاي اتعامل معاها، كنوع من انواع ان انا بفتح باب للحوار، مش كنوع من انواع التزمت وازاي يقدم فيا شكوى وانا هعمل وانا مش هعمل، لان ده مش هيوصلنا لاي حاجه، بالعكس ممكن يسيب اثر مش لطيف عننا عند المدير بتاعنا. لكن لما نفتح باب للحوار ونشوف ايه الموضوع ده، ولو فعلا ممكن يكون الشخص فعلا عنده حق، ممكن اكون انا ضايقته بكلمه انا مش قصدها جدا خالص بس هي ضايقته، او ممكن اكون عملت حاجه بدون قصد فعلا ضايقت الشخص، فلو فتحت باب الحوار هيكون عندي مساحه ان انا اصلح ده واني انا اعتذر لو انا غلطت. ممكن يكون الشخص ده سنسيتيف بزياده، حساس بزياده، او الشخص ده معروف عنه ان هو كثير الشكوى من زملائه، فساعتها هبقى انا عرفت برضه وهبدا ان انا اتجنب الشخص. امتى اعمل امتى ابدا اخد الموضوع كبيج ديل او زي ما بيقولوا، او ان هو حوار، وامتى لا، بناء على الحاجات دي. يعني لو الشخص فعلا عنده حق الموضوع خلص، انا ممكن اروح اعتذر واقول له بعد كده لو في اي حاجه حصلت مني ضايقتك بليز تعالى قولي على طول، ما تشتكيش، يعني خلينا ناخدها خطوه خطوه، وتبقى يعني سبت انطباع كويس عند زميلي او زميلتي دي. الحاجه الثانيه، لو الشخص ده كثير الشكوى ومتاخد عنه اصلا الفكره دي، فانا بس هبتعد عن الشخص ده، يعني هحاول اتجنب الشخص ده الا في السياق اللي انا محتم عليه ان انا اتعامل معاه فيه، غير كده هتجنبه. لكن لو الشخص ده مركز معايا انا بالذات، لان مثلا في بوزيشن معين هو عايز ياخده وانا بكون الشخص الوحيد اللي ممكن اخده مكانه،
او انا وهو في نفس الليفل فهو عايز يبقى هو الاحسن، فهو هيبقى الاحسن لما يخليني انا تحت شويه. ساعتها انا محتاجه اكون مركز جدا وفي خطواتي وما اسكتش على حاجه زي كده. يعني لو مديري قال لي ده اشتكى منك عشان كذا كذا كذا، كنت انا اقول له ارد بده وارد برد مكتوب. هقول له انا حابب ان انا هرجع تاني واشوف الشغل بتاعي وهبعت لك ايميل بالحاجات اللي انا هلاقيها، لان انا مش فاكر ابدا ان ده اللي حصل. أوكي. وساعتها لو عندي ايميلات بقى تدل ان انا صح او كلام انا مكاتبه او اي حاجه دوكيومنتيشن ابعتها، لان التوثيق في الوقت ده مهم جدا. لان الشخص ده ممكن يكون دي البذره الاولانيه ان هو راح اشتكاني للمدير، دي البذره الاولى اللي هيبني عليها بعد كده حاجات تخليني بعد كده في نظر مديريني مش كفء صح ان انا اشيل مسؤوليات. فمهم جدا ان انا اتاكلت او ابقى من الاول خالص باصص على الحاجه وبحاول ان انا ارد وبحافظ على صورتي. الحذر مطلوب، الحذر مطلوب. واول خطوه من خطوات الحذر هو الدوكيومنتيشن. في احيانا الناس بتجيب 2 شهود في الميتنجز والله يعني داخل الميتنج انا ممكن ما اعرفش دوكيمنت، بس ممكن اللي هو اجيب 2 شهود علشان يعني يبقوا شاهدين على الكلام اللي حصل. في ناس تخصصها كده، يعني الحذر فعلا مطلوب. ولو الكلام سبناه على القيل والقال هيبقى يعني سداح مداح وهنطلع كل الناس غلطانه في الاخر. ده حقيقي. هو منطقه حاجه الشهود دي او ان انا ناس ده هينفع لو الموضوع وصل لاسكليتد بقى وكبر مننا ووصل لتحقيق. يعني لو في تحقيق رسمي فاكيد انا ممكن اجيب شهود يقولوا ايه اللي حصل. لو ناس شاهدين على الموقف نفسه وشافوا ايه الحاجات اللي حصلت، غالبا اصلا الجهه اللي بتحقق سواء كان بقى مدير او HR او اي حد هيروح يسالوا الناس. في ناس بتستخدم ده كوسيله ضغط، اللي هو اقعد اضغط عليك نفسيا علشان كل ما انا اضغط كل ما انت هتغلط. سواء بقى ان انت يعني ممكن تنفعل، يطلع منك مثلا كلمات مش بروفيشنال، تتصرف تصرفات انا مستنيك تغلطها، زي ان انت تمتنع عن العمل مثلا او تمتنع عن التاسكات الفلانيه عشان تافويد ان انت تتعامل مع الشخص ده. فالنوعيه دي من البشر او الزملاء في الشغل احنا لازم نكون حريصين جدا في التعامل معاهم، وحريصين جدا ان احنا ندرب نفسنا ازاي نتعامل في المواقف المختلفه. لان انا في البيت ممكن اتعصب على جوزي، انا في البيت ممكن اتعصب على بنتي، صح، اتخانق مع صاحبتي ولا انت ازاي تعملي كده واقفل صح، ما ينفعش اعمل كده في الشغل، ما ينفعش. يعني الحاجات دي ممكن اعملها مع الناس القريبين مني ورغم انها مش حاجات صحيه قوي، بس قصدي ممكن تطلع باريحيه لان ده كومفورت زون، لان دي عيلتي، لان دي اسرتي، وبعد كده هرجع واعتذر. الشغل ما فيهوش كده. صح. في الشغل انا محتاجه اكون بروفيشنال، محتاج اكون الشخص اللي ما ينفعش يتمسك عليا غلطه هتفضل طول العمر موجوده. يعني ممكن الناس بتروح وبتيجي، ممكن الشخص اللي انا بتخانق معاه دلوقتي يمشي، الناس هتفضل فاكره ان انا عملت دراما في الاوفيس وصوتت وزعقت وخطرت ده بره. ما ينفعش يبقى ده الصوره اللي متاخده عني. وبعد كده انت ما تعرفيش في الشغل ممكن اقابل الشخص ده تاني في مكان تاني ومع زملاء تانيين في شركه بقى انا عايزه اروحها بالظبط. تخيلي فتلاقي الموقف ده طلع من الشركه دي لا راح للشركه اللي بعدها وبقت سيره بقى يعني ماشيه معايا. هو فعلا المجالات دلوقتي او الاماكن بقت اوضه وصاله حرفيا. صح. لو في حد بيقدم على شغل مثلا، لو عندك اوبننج، اكيد ده حصل لك في شغلك، يبقى في اوبننج وحد قدم والمدير او الاتش ار وهو بيبص لقى ان الشخص ده كان بيشتغل في نفس الشركه اللي انت كنت بتشتغلي فيها. صح. فهيجي لك ويقول لك قولي لي يا نسمه، هو نفس الشخص ده انا شفته بيشتغل في نفس الشركه، كنتوا بتشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، طب ايه رايك فيها؟ الشخص ده كويس؟ يعني نجيبه يعمل انترفيو على ضمانتك كده. بالظبط. عشان كده لازم نهتم كمان بالنهايات، يعني مش عشان انا ماشي بقى فاللي هو نهايات اخلاق حقيقي. بالظبط. انا شفت ناس كتير اللي هم خلاص اللي هم هيروحوا شركه تانية، فخلاص بقى اللي هو ما يلتزمش بقى بالنوتس بيريد بتاعته ويبتدي يعك الشغل في الاخر. احيانا بيبقى هو عايز يرجع الشغل بس هو ساب انطباع مش كويس، او راح شركه تانية ففعلا راح بص على اللينكد ان ايه ده فلان انا اعرفه او يعرف فلان يعرفه، فسبحان الله. بالظبط. عشان كده لازم نحافظ على شكلنا. حتى لو احنا ماشيين، لو قررنا المكان ده توكسيك جدا وانا لازم امشي منه، همشي بطريقه بروفيشنال، هدور على شغل الاول، لما الاقي شغل
هروح وهستقيل عادي جدا. هستقيل، هيقولوا لي فاضل شهر نوتس، هقعد الشهر النوتس وهمضي استماره 6 وهخلص كل ورقي واروح اموف اون بقى وانقل في المكان الجديد. بالظبط. ده على فكره كمان مش بس وانا بنقل في مصر، انا ممكن يجي لي فرصه شغل مثلا في الجولف او حاجه، برضو على فكره بياخدوا فيدباك. ايوه ودي حصلت، يعني دي حصلت فعلا. فعشان كده مهم جدا ان احنا نسيب انطباع كويس، ونخلي بالنا بقى من ألاعيب بعض الزملاء اللي بيحبوا ان هم يقادوا بريشر عشان يطلعوا اسوأ ما فيك. مهم. لو هنرجع للنقطه دي تاني، فانا مهم جدا عندي ان انا مهما كان بيضغط عليا انا لابس ماسك بروفيشنال. فمش ممكن اقول لك على فكره التون بتاعتك مش كويسه انت، يعني انا ملاحظه ان هي مش بروفيشنال، او انا مش هقدر اكمل في الحوار ده، انا محتاج بس وقت شويه هفكر وهرجع لك، او انا مش هقدر اكمل في الحوار ده دلوقتي طول ما احنا بنتكلم بالطريقه دي وبنبره الصوت العالي. مكتبي مفتوح ليكي في اي وقت ما انت تحسي تقعدي مع نفسك وتهدي تعالي لي وهنتكلم في الموضوع ده. لكن ما خشش لكن ما تخلوش يجرك ابدا ان احنا بالعكس. ده هو لما هقول كده الشخص اللي عايز يجرني هيحس ان انا الترابيزه اتقلبت بقى، هو اللي شكله وحش وبيتعصب وبيتكلم بتون مش بروفيشنال، فهيروح جايب ورا على طول ويحاول ان هو يظبط الدنيا. صح معاكي حق. وشفنا الكلام ده شفناه طبعا. اكيد مش بنتكلم كده. موجود بس احيانا برضو بيبقى فيه مساحه برضو من العشم برضو عشان ما نخليش الصوره قاتمه. احيانا في ناس بتبقى عندها اندرستاندينج، وده بيبقى مبني على ثقه، بتبقى مبني على فتره احنا شغالين فيها مع بعض فتره طويله، شفت منك عندك كريدت ليا، فبيسمح لي ان انا اعدي لك بعض الحاجات. فهي مش بلاك اند وايت، بس هي لازم ناخد حذرنا جامد جدا من الموضوع ده، عشان في ناس ممكن تستغلها استغلال سيء وبعد كده يبقى فيدباك عنك. لا لو زميلي مثلا بشتغل معاه بقالي 5 سنين وانا عارفه مثلا انا زميلتي بشتغل معاها 5 سنين، عارفاها كويس جدا، اشتغلنا مع بعض، عندنا حاجات كتير، عارفه القيم بتاعتها، عارفه ان هي مش هتروح تنقل كلام لحد. صح. وفي حاجه ضايقتني جدا هروح واخبط على بابها واقول لها حصل كذا 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 وانا متضايقه جدا، قولي لي اعمل ايه واخد رايها. بل بالعكس، لما بتكون بيئه صحيه ويبدا ويكون فات وقت، اهم حاجه يكون فات وقت وانا شفت الناس دي في مواقف وعارفه ان انا ممكن اثق فيها، والناس دي تبقى سيف بيرسونز زي ما بيقولوا، او اشخاص امنه، فاروح لها اطلب النصيحه. هم اكتر ناس هيعرفوا ينصحوني لان هم معايا في نفس بيئه العمل. صح. لو رحت لاصحابي اللي بره هم مش هيبقوا عارفين انا بتكلم عن مين. مفهوم. صح مفهوم. فدي اكيد بتبقى حاجه مفيده جدا ان يبقى عندي حد شخص امن اقدر اتكلم معاه، اخد النصيحه، لو اتعصبت قدامه مش هينقل الكلام ده، مش هياخد عني صوره وحشه. بس ده مع الوقت، يعني ما ينفعش بشتغل في المكان 2-3 واقول ده انا دول صحابي واروح واتكلم هنبهدل الدنيا كده. مظبوط. طيب من كلامنا بقى عن الزميل اللي بيشتكي لكلامنا احنا بقى عننا كموظفين، امتى اعرف ان انا عندي مشكله؟ في ناس احيانا مش بتشوف نفسها، بتبقى هي بتوقع الدنيا في بعض، بيبقوا هم نيجاتيف بزياده، بيبقوا هم بيحطوا العقده في المنشار او بيعطلوا الشغل. امتى اعرف بقى ان انا المشكله، مش زملائي، مش الشغل، مش مديري؟ ده يعني اشكرك جدا على السؤال ده. ليه بقى؟ لان زي ما لو تفتكري في الاول خالص قلنا ان كل حد فينا عنده مشاكل بتاعته، كل حد فينا مش كامل. وعشان كده من اهم الصفات او المهارات المهمه جدا في الشغل ان انا اكون قابل للتغيير وقابل للتعلم. صح. اعمل ده امتى؟ اعمل ده لما يجيلي حد ما يقول لي فيدباك بطريقه كويسه. ان لو جاي اتخانق معاكي يقول لك ايه اللي انت بتعمليه ده، ايه، انا هدافع عن نفسي. صح. لان انا حسيت بالتهديد وحطيتيني في موقف دفاعي. فانا دلوقتي اللي هعمله ان هقول لك لا انا ما عملتش كده، ده انا صح، ده هم السبب وده السبب. لكن لو انت جيتي لي دلوقتي بتون كويسه وقلتي لي من انا شفت شغلك الفتره اللي فاتت ما كانش احسن حاجه، كمان التقييمات اللي جت من العملاء كانت اقل من المتوقع، وانا عارفه ان انت ممكن تعملي احسن من كده، والدليل على كده يعني شغلك قبل كده. ممكن تقولي لي ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت ولو ازاي اقدر اساعدك عشان ده يتحسن. انت هيكون ردك ايه في موقف زي ده؟ هتقولي هتسمعي. ولو عندك مشكله، سواء المشكله دي من بيئه العمل او من زمايلك او من موارد قلت او حتى مشكله شخصيه، هتقولي، هتحسي ان انت مرتاحه ان انت تتكلمي فيها، وبالتالي تشوفوا مع بعض خطوات للي جاي. فشويه بحس ان الابروتش اللي احنا بنستخدمه للانتقاد لزمايلنا او للناس المرؤوسينا هيفرق جدا في الطريقه اللي هم هيتقبلوا بيها ده. لو الشخص انا عملت كل حاجه كويسه والشخص ما تقبلش،
هيبقى والشخص ده اديته فرصه. يبقى هنبص دلوقتي على القوانين اللوائح والقوانين اللي داخل الشركه. فانت دلوقتي البرفورمانس بتاعك او ادائك الوظيفي بيقل، ادائك الوظيفي مش اللي احنا بنسمح بيه، التقييمات مش احسن حاجه مثلا لو بيتعامل مع عملاء. فهبدا ان انا عملت معاك ميتنج وعملت كل الحاجات اللطيفه دي وحاولت افهم وحطينا جولز سوا، بس انت ما حققتش. فايه الخطوه اللي بعد كده؟ غالبا بتكون بحطك في 3 شهور probation period. 3 شهور بنشوف الدنيا هتمشي ازاي، وبيبقى الاتش ار متدخل وبيبقى كل الناس عارفه. وبعد 3 شهور دي لو برضو مفيش، ساعتها الشخص بيمشي من الشغل. وساعتها هكون انا عملت كل حاجه ممكنه، كل حاجه في ايدي عشان اساعد الشخص ده، ولكن الشخص ده ما حققش في الاخر او كان رافض التغيير. ودي حاجه انا ما اقدرش اغيرها. صح. يعني احيانا في حاجات بتحصل مش احسن حاجه انها تحصل، بس بتحصل. طب هنا كنا بنتكلم على الفيدباك. انا مسموح لي اقبل فيدباك من مين؟ اصل في ناس بتقول لك احنا زملاء، انا مش من حق ما اخدش منك فيدباك، انا اخد فيدباك من مديري بس. لو هنتكلم فيدباك بطريقه بروفيشنال، فمعظم الشركات دلوقتي اخر كل سنه بتعمل حاجه اسمها 360. اوكي. 360 فيدباك ده اللي انا باخد فيدباك من المدير، باخد فيدباك من على الاقل 2 أو 3 من الزملاء، وباخد فيدباك لو انت بتتعامل مع ناس من بره، باخد فيدباك من الناس اللي انت بتتعامل معاهم اللي هم العملاء او البارتنرز او الشركات الشريكه. فبالتالي 360 فيدباك انا باخد انت كشخص مرؤوس عامل ازاي، انت كزميل عامل ازاي، انت نقطه تواصل ما بيني وما بين شركتي وما بين ممثل لشركتي بتبقى عامل ازاي. تمام. فالفيدباك مهم جدا، لان احنا كشخص احنا شخص واحد، ولكن لينا عده اوجه، لينا عده ادوار. كل دور بنلعبه بطريقه مختلفه. فانا ممكن اكون شاطره جدا في طريقتي مع المدير ومديري مبسوط مني جدا، بس زمايلي متضايقين مني. او ممكن اكون كويسه جدا جوه، بس بره مبهدله الدنيا، مبوظه صوره الشركه. صح. بتعالى على البارتنرز بتوعي، ما بردش عليهم وبهملهم. ما انا محتاجه اعرف ده. انا كشركه محتاجه ان انا اعرف، يعني مهم جدا اعمل 360 ده عشان اعرف الفيدباك او التقييم بتاع الشخص اللي بيشتغل عندي بادواره المختلفه اللي بيلعبها. وبالتالي انا كموظف من مصلحتي ان انا اعرف ايه الحاجات النقاط ضعف بتاعتي وايه الحاجات وازاي اشتغل عليها. ده بنتكلم على البروفيشنال فيدباك او الفورمال فيدباك. اوكي. لا، فبالتالي انفورمالي بالعكس احسن لما يكون الكلام ده مش مكتوب ومش متوثق. دي فرصه ذهبيه ليا ان انا اخدها واشتغل عليها. صح. يعني لو انت جيتي تقولي لي منى خلي بالك انت كنتي بتكلمي البارتنر دلوقتي، بس انا حسيت كده صوتك يعني كنتي في نبره كده زعيق او عصبيه شويه، فلو if you can tone it down فهقول لك صح شكرا يا نسمه، انا فعلا هكلمهم دلوقتي واحاول ان انا احسن يعني الوضع. فده تحفه احسن ما تجيلي من مديري مكتوبه في اخر السنه. صح. لا، واحيانا هو بيقولها لك ويروح بعد كده يقولها للمدير. ممكن على حسب الشخص ده، على حسب. هو برضو في ناس بتبقى عايزه تاخد بونت، اللي هو على فكره انا اكتف تيم بلاير ورحت قلت لها على فكره. فبرضو على فكره في ناس بتبقى في الشغل بتبقى بتغلف الموضوع بلطافه، بس هي بتبقى من جواها لا، بتبقى عايزه تاخد لقطه. موجودين تنكري؟ لا موجودين، ودول بيبقوا اخطر نوع، لان انتي بتتغشي. يعني الشخص اللي من الاول بيزعق ولا بيتعامل وحش مع الناس ولا معروف عنه كده، هتلاقي اول ما بتبداي الشغل كل الناس بتقولك ده فلانه دي اتقي شرها، دي فلانه دي شريره، فلانه دي بتروح توقع الناس في بعض، او فلانه دي. لكن الشخص اللطيف اللذيذ اللي بيبقى كويس جدا وجدع جدا كمان مع ناس، بس تلاقيه من تحت لتحت لو انت حطك في دماغه هيوقعك. ده بيبقى اخطر نوع، لان انت نفسك انت شخصيا بتغشي. فتعتبري الشخص ده صديق او صديقه ليكي، وتبداي تحكي لها وتقولي ده انا فلانه حصل كذا وفلانه عملت كذا، وهي تاخد الكلام ده وتنقله او تزود عليه وتغير القصه فتلاقي نفسك في الاخر مرفوضه. ايوه بالظبط، ودي مش عارفه مين اللي رفضك. ايوه مش عارفه يعني كمان بعد ما اترفضتي تيجي بقى تواسيكي تقولي معلش انا اسفه جدا اللي حصل لك. بجد بالظبط. فعشان كده مهم برضو ان احنا ما نبقاش ابرياء قوي ان احنا نعتبر كل الناس اللي في الشغل اصحابنا. في الاخر احنا جمعتنا مصلحه، والمصلحه دي ممكن في وقت من الاوقات تفرقنا، وممكن حد يستغلها استغلال مش كويس. وعلى فكره الشخص اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بيغلف كل حاجه بلطافه وكده، هو انت في الاخر انت اللي اديتي له الخنجر اللي طعنك بيه. اه فعشان كده مهم جدا الثقه تبنى لا تمنح.
أوكي. يعني انا الثقه دي تبنى على مواقف. مم. يعني لما اروح شغلي لازم استنى واشوف، ابقى لطيفه مع كل الناس، ولكن في نفس الوقت ديستنت، يعني سايبه مساحه امان زي في العربيات كده لما بالظبط. تيجي سايقه بالظبط. لازم اكون سايبه مساحه امان مم. في الاول. ومن المواقف موقف على موقف، يعني لو الشخص ده شافني بعمل حاجه غلط وجي قال لي، بس ما راحش قال للمدير، فدي نعم. موقف. فالشخص ده لو انا في حاجه مش عارفه اعملها او غلطه غلطتها وعايز مساعده، هروح للشخص ده، لان في موقف بنى عندي شويه ثقه في الحته دي. صح. فبالتالي موقف ورا موقف هيبني ثقه، لكن انا امنح الثقه بتاعتي كده لحد لمجرد ان هو لطيف، فانا اللي هاخد مظبوط. الكونسيكونسز بتاعت ده، مظبوط. انا اللي هدفع الثمن. مظبوط. وياما دفعنا الثمن. اكيد اللي فاهمه احنا عايزين نتكلم كده من المواقف اللي حصلت لنا. بالظبط. طيب ده هيجيبني بقى لسؤال تاني، ان في ناس بتبقى شاطره قوي في حكايه القصه. يعني بغض النظر الحقيقه فين، بس في ناس بتبقى شاطره في انها تحكي القصه. يعني الحقيقه واضحه وضوح الشمس، بس برغم انها حقيقه واضحه الا انها احيانا ما بتتصدقش. هي بتتصدق لما بتطلع من شخص معين بطريقه معينه. شخص ثقه. شخص ثقه بالظبط. احنا بقى ازاي نكون الشخص اللي قصته دايما بتتصدق؟ بصي، هي دي ليها علاقه اكتر باحنا كبشر. احنا كبشر كبني ادمين مش بنعرف ان احنا نبقى لوحدنا، بنعيش في مجموعات. صح. ففي الشغل برضو هتلاقي الناس بتعمل نفس الحاجه، بتحاول تدور على ناس تتجمع معاها، تحس معاها بالامان، زي ما كنا بنقول سيف بيرسون او اشخاص امنين اقدر ان اتكلم معاهم. فمع الوقت التجمعات الكويسه اللي بتبقى سبورت سيستم، اللي بتدعمنا، اللي بنحس انها بالامان، بتقلب لشلاليه. والشلاليه دي رغم ان هي جايه من حته كويسه ومن حته صادقه وحاجه انسانيه جدا، الا انها بتعمل ابعاد للناس اللي ما نجحوش ان هم يخشوا جوه الشله. صح. فالاقصاء ده اللي بيحصل لبعض الافراد، هم بيدفعوا ثمنه فرص بتفوتهم لان هم مش جوه الشله، بيدفعوا ثمنه في ان فرص في الشغل نفسه. لو في كورس جه ناس هتحضروا، مش هيكونوا هم من الناس اللي بيتم اختيارهم. لو في سفريه ميشن بره مصر، مش هم يكونوا هم خالص اللي هيروحوا، مهما كان هم قد ايه شاطرين. لان انا دايما يعني انا كشخص ممكن تكون حته مش بروفيشنال قوي، بس غصب عني هلاقي نفسي ببدي الناس صحابي اللي انا بثق فيهم، اللي انا عارف شغلهم، عن الشخص التاني اللي هو شاطر جدا بس مش صاحبي. صح. ده هيجيبنا لحته انا كنت بكلمك فيها، ان في الشغل في النتوركينج وفي اهل الثقه وفي الواسطه. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ دلوقتي النتورك بقت مهمه طبعا. وبعد ما احنا كنا بنتكلم عن قد ايه مهم ان احنا نكون بنتكلم مع ناس ليهم كريدت، ناس انا ضامنهم، فده بقى دلوقتي بقى مهم جدا في الشغل ان الشخص اللي انا بتعامل معاه يكون اهل ثقه اكتر من هو اهل خبره، لان الخبره هتكتسب، المهاره هتكتسب، لكن الثقه دي بتاخد وقت طويل علشان ابنيها. فبقى مشروع جدا دلوقتي في الشغل ان انا اركز على الناس اللي انا عارفاهم من خلال النتوركس او من خلال اللي اشتغلت معاهم قبل كده. امتى بقى افرق، او ايه لو انا كصاحب شغل افرق ما بين ان انا بعمل شله او ان انا بعتمد على النتوركينج او ان انا اكون مستخدم الواسطه في بناء التيم بتاعي؟ خلينا نبدا الاول نكمل الشلاليه دي. الشلاليه دي بتوصل لمرحله بتبقى توكسيك، بتبقى مؤذيه. فانا كشركه المفروض ما اسمحش بده ان هو يحصل قوي، من خلال القواعد اللي بتبقى محطوطه، وان الفرص تبقى كل ما بيكون في شفافيه اكتر في التقييمات في الشغل. فبالتالي ليه الشخص ده، انا كمدير فوق بقى هقول ليه كل مره بنختار الشخص ده، هو ليه ما نختارش الشخص الفلاني؟ فبالتالي انا كشركه ممكن احط لو كل ما الشفافيه تبقى موجوده وعندي يعني بوليسيز وقوانين جوه الشركه، في سيلكشن بروسس لكل حاجه، كل حاجه واضحه، ما دي بتيجي من الشفافيه. ساعتها هقلل التاثير ده. فدي حته الشلاليه لانها ممكن تبقى مؤذيه جدا. الجزء الثاني الواسطه، بحس ان الواسطه حاليا بتندثر شويه في الشركات بالذات في الكوربريت. ليه بقى؟ لان الواسطه دي معناها ان انا هجيلك واقول لك نسمة بنت اختي لسه متخرجه جديد عشان خاطري شغليها لي، فانت تروحي تعمليها مديره.
مش هتقدر انا في كوربريت، انا الهدف الاساسي بتاعي ايه؟ البروفيت. صح. فبالتالي انا لما هجيب واحده لسه متخرجه جديده عشان صاحبتي واحطها رئيسه قسم عندي، انا مش هكسب، انا هخسر طبعا. صح. فهتلاقي الواسطه دي بتحصل اكتر في الحاجات اللي مش قايمه على الربح، حاجات مؤسسات حكوميه او اماكن غير ربحيه ممكن يكون فيها الواسطه. لكن لو انا دلوقتي شغلي ده فيه تقييم، فيه متابعه، فيه KPIs، في دونرز، حتى لو انا منظمه غير ربحيه بس في دونر هيجي يسالني على الفلوس دي عملت بيها ايه والحاجات اللي انا حققتها ايه، طول ما في متابعه وتقييم ده بيقلل فرص الواسطه. فبقول لك عشان كده فرص الواسطه تقريبا ما بقتش الواسطه نفسها بالمفهوم بتاع عشان خاطر يعملي لي ده عشان انت صاحبتي، ما بقاش موجود قوي. اوكي. حل محله النتوركينج. اوكي. النتوركينج هنا بيجي للقصه اللي انت كنت لسه بتقوليها، في ناس بتعرف ترسم نفسها، في ناس بتعرف تظهر، في ناس ما بتعرفش تظهر. فاللي بيظهر واللي بيعرف يتكلم واللي بيعرف يعمل علاقات هو ده الشخص اللي بينجح في النتوركينج. فبالتالي هو ده الشخص اللي بيفوز اكتر ان هو ياخد فرص وياخد سواء جوه شركته او ان هو يخرج. تلاقي الشخص ده في الشركه دي نط في البارتنرشيب، راح للشركه البارتنر اللي كان بيتعامل معاه لان هم شافوه قد ايه هو بروفيشنال، قد ايه هو كويس، قد ايه هو لطيف، فقالوا له طب ما تيجي عندنا تمسك السيلز ماركت مثلا، السيلز ديبارتمنت، راح مسك السيلز ديبارتمنت. وهكذا تلاقيه في 4-5 سنين وصل لحاجه، والشخص التاني اللي مش بيعرف ان هو يظهر قوي شغله في نفس البوزيشن لمده ال5 سنين دول. فهنا بقى النتوركينج وقد ايه هي ميزه مش عيب زي الواسطه. مهمه كمان، مهمه جدا علشان نقدر ان احنا ناخد فرص اكتر ونبقى معروفين كمان في السوق. بالظبط. فالنتوركينج مش عيب، النتوركينج مطلوبه، لكن الواسطه هي اللي مش كويسه، الشلاليه هي اللي مش كويسه. بالظبط. تمام. عشان كده بس نحط كل حاجه في مكانها الصح، لان احنا يعني هتكلم مثلا على جيل التسعينات والثمانينات اتربينا على ان الحاجات دي لا مش حلوه، وشغلي هيتكلم عني. بالظبط. انا هستنى شغلي يتكلم عني، وده السؤال اللي هساله لك بعد كده. دلوقتي هل الشغل لوحده كفايه علشان اترقى؟ بصي، هو فكره ان الشغل يتكلم عني بتبقى موجوده بس قليله. لان تخيلي انت لو في شغل وعندكم تارجت وعندكم حاجات وانت مضغوطه واللي جنبك مضغوط والتيم كله مضغوط ومديركم كمان مضغوط، كل واحد مضغوط، مين اللي هيبقى فاضي يبص يقول الله دي نسمه عملت التارجت حلوه قوي؟ صح. محدش هيكون، هو هيبقى نسمه عملت التارجت برافو يلا اللي بعده عملت ايه كده، لان كل الناس بتجري. فكون ان يبقى عندك مدير بيبص ويرجع ويقول شكرا جدا يا نسمه انت خلصتي التارجت في وقت قياسي، وانا عارف قد ايه الموضوع كان ضاغط ودي حاجه ممتازه، ويكتبها لك في الابريزل بتاعتك او في الفيدباك السنوي اللي بتعمليه، ده قليل، ده صح. مدير عظيم. صح. معظم الوقت هتكوني محتاجه ان انت تقولي تقولي يا جماعه انا كان عندي تحديات كذا كذا كذا، ورغم ده انا خلصت التارجت قبل وقته ب10 ايام، فانا مبسوطه جدا ان انا عرفت اعمل ده وفخوره جدا بده وحابه ان انا اشاركه معاكم. اعمل ده ازاي بطريقه ما تكونش، احيانا في ناس بتعملها بطريقه بتستفز الزملاء او بتستفز حتى المديرين، ازاي اقدر اعمله بطريقه تكون لطيفه، تضمن حقي وفي نفس الوقت تعرف الناس ان انا عملت حاجه او عملت انجاز؟ مهم ان انا اكون في اي حاجه اوير بالانفايرمنت اللي حواليا. فلو انا في انفايرمنت فيها خناقات وصراعات والناس اصلا مش هتتقبل ده، انا ممكن ابعت ده في ايميل لمديري. لمديري مش هعمل بقى سي لكل الزملاء، لا يعني ممكن ابعت ده انا يهمني رأي مديري فيا، لان هو ده اللي هيقرر اذا كنت انا هترقى هبقى سينيور مش هبقى سينيور. فهكون حابب ان انا اخليه ياخد بالي من شغلي، وان انا اخليه ياخد باله زي ما قلت لك ان هو ممكن يكون الراجل مش مؤذي ولا الست مش مؤذيه، هي بس وسط الضغط مش شايفه حاجه. صح. فانا لما الفت انتباهها هتاخد بالها. وفي ناس زي ما قلنا بيعرفوا يحكوا القصه احسن. دي مهمه. هي دلوقتي احنا بقينا في عصر قصص، في ناس بتعرف تحكي احسن من ناس تانية، ده حقيقي، وبتعرف انها تثبت ده بانها تجيب شهود، انها تجيب والله تجيب شهاده مثلا من بارتنر، من كلاينت، من زملاء، ان بارتنر يبعت ايميل ويقول فيه ده شكر خاص لفلانه الفلانيه كانت بتدعمنا. بس دي حاجه كويسه، دي مش حاجه بالظبط، ده مش كويسه جدا، مش وحشه، ده بالعكس دي حاجه مهمه ومهاره مهمه لازم تكون عندنا. في ناس كتيره بتقعد تفحت نفسها شغل
وبتبقى متوقعه ان الشغل بس هو اللي هيخليها تترقى. بس خلي بالك في حاجه اسمها يعني جمله الصيت ولا الغنى مش دايما حقيقيه. صح. يعني انا لو شاطر قوي في ان انا اظهر نفسي واعمل بيسموها سيلف ادفوكسي لنفسي وكده، ولكن انا تحت ده فاضي مفيش من شغل، جوه. فاضي بالظبط، فانا ما حدش هيستفيد حاجه. انا بالظبط. مع الوقت ده هتبقى صوره وانهارت. بالظبط. لكن لو انا بشتغل كويس وفي نفس الوقت بعرف ان انا ابيع نفسي بشكل كويس او ابيع صوره كويسه عني او اوضح الحقيقه بشكل كويس واظهرها، فهنا هي دي الميزه، هي دي الميزه الحقيقيه اللي هتزقني عن الشخص التاني اللي قاعد مستني ان حد يجي يديله ريكوجنيشن او حد يجي يقول الله ده فلان شغله حلو قوي. It's all about balancing. يعني بالانس مهاراتي، سكيلز بتاعتي، مهارات التواصل بتاعتي، وكمان شغلي. لازم شغلي يكون بالظبط على نفس الليفل بتاع الماركتنج اللي بعمله للشغل بتاعي. بالظبط، ان الناس في الاخر بتحاول، لا انا عندي بوزيشن فاتحاه، انا هبقى فاتحاه لكل الناس تقدم، بس ممكن اجي لنسمه اقول لها نسمه انت تعرفي حد كويس تقولي له يقدم على البوزيشن ده؟ ليه بقى؟ لان انا بثق في راي نسمه وعايزه حد يكون مثلا بيعمل ماركتنج شاطر قوي، ونسمه مثلا ماسكه مديره في شركه ماركتنج، فهاجي اقول لنسمه تعرفي حد كويس؟ تقول لك والله كان عندي ولد في التيم بس للاسف مشي عشان كنا بنعمل لي اوف، ولا عندي حد فعلا بيدور على بوزيشن، فهقول لهم واخليهم يقدموا. صح. ده جه منين؟ جه من النتوركينج، لان الناس دي سايبين انطباع كويس عند نسمه. صح. وانا جيت سالت نسمه، مش لازم يكون هيجيله البوزيشن منك انت، هو ممكن البوزيشن يجيله من حد جه يسالك. صح. يعني قد ايه الموضوع بيبقى دايره، زي ما كنت لسه بقول لك قبل من التصوير، ان الدنيا كلها اوضه وصاله. بالظبط. حرفيا. بالظبط. حتى دلوقتي بقى من ضمن الحاجات اللي موجوده في اي ابلكيشن ريفيرال. بالظبط. انا عايزه ريفيرال، وحسب قوه الريفيرال اللي انت حاطته لي هنا انا بفاضل بينك وبين حد تاني. واحيانا باخد الشخص اللي عنده ريفيرال قوي. ولو في شخص عنده ريفيرال بس في شخص انا عارفاه، هاخد الشخص اللي انا عارفاه. صح. ليه؟ لا انا كنت برضو بنتكلم ان حد قال لي مره the devil I know is better than the devil I don't know. يعني شيطان صح. بس انا عارفه وعارف شره جاي منين، فهعرف اتفاداه. ده بالنسبه لي اشتغل معاه احسن من يشتغل مع شيطان تاني انا مش عارف شره جاي منين. صح. فبالتالي الناس بتفضل حتى لو في شويه مشاكل، لان ما فيش حد فينا كامل، افضل ان انا اشتغل مع حد عارفه وعارف مميزاته وعيوبه عن ان انا اشتغل مع حد ما اعرفوش تماما. صح. وهنا مفيش تعارض، ده مفيش تعارض خالص ما بين ان انا حاطط كرايتيريا وان انا اخترت شخص مناسب وان هي ماشيه بالواسطه زي ما كنا بنتكلم، لان في الاخر the end of the day اللي هيحكم هي انتاجيه العمل، الانتاجيه والبرودكتيفيتي اللي بتطلع من الشخص ده. مفيش حد هياخد بوزيشن غير لما هيكون هو قده وبيأدي فيه. otherwise مع السلامه، باي باي. هي البروبيشن بيريد وخلاص. بالظبط.